عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. ألف حالة إجهاد حراري بين الحجاج، ووزارة الصحة تحذر من الأعراض خوفا من الإصابة بالإجهاد الحراري وتؤدي إلى الوفاة. الحجاج بدأوا بطواف الإفاضة في المسجد الحرام يوم الأربع وسط منظومة مسخرة من قبل الجهات السعودية ومنظمة ومكثفة في خدمة الحجاج. قالوا إن بعض الحجاج قد توفي بسبب الإجهاد الحراري. وزارة الصحة السعودية بتحذر الحجاج من التعرض لأشعة الشمس مباشرة وعدم الوقوف في صفوف الانتظار طويلا. أوضحت وزارة الصحة أن أعراض الإجهاد الحراري تشمل الصداع والغثيان والدوخة والضعف والتهيج والعطش والعرق الشديد وارتفاع درجة الحرارة وقلة إنتاج البول وقلة وفقدان الماء في الجسد. طلبت الوزارة الحجاج عبر موقعها في تويتر بعدم الإجهاد وأن تكثر من شرب المياه الباردة في حالة الإصابة بذلك، وأن تزيل الملابس غير الضرورية بما فيها الأحذية وتبريد المصاب وأيضا إزالة الجوارب، وأن يبرد المصاب بالكمادات الباردة. وفي حالة الحدوث هذا المرض الرجاء الاتصال بوزارة الصحة على رقم 937. الإجهاد الحراري هو أصلا مرض مقلق جدا وطارئ قد يودي بحياة الإنسان، حذر منه المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في وقت سابق، وطالب الحجاج أثناء أداء مناسك الحج والعمرة بالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس، بأنهم يستخدموا الشمسيات القماشية أو المظلات وتناول السوائل وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر. كانت أفواج الحجاج قد قامت منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى بالتحرك من مشعر المزدلفة متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة، بأن يرموا 7 حصيات، وذلك بعد وقوفهم على صعيد عرفات وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج قبل أن يبيتوا في المزدلفة، بينما شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر وفق خطة التفويج المعدة لذلك. ويذكر أن استقبال السعودية لحجاج بيت الله الحرام بهذا العدد يمثل إنجازا مهما نظرا إلى ما شهده العالم من تحديات على مختلف الأصعدة بسبب جائحة كورونا، حيث تعمل المملكة على زيادة العدد تدريجيا خلال الأعوام ال4 المقبلة، في حين سخرت المملكة إمكاناتها وخبرتها المتراكمة في إدارة الحشود لأن يكون موسم الحج مثالا يحتذى به في ضبط الأمن وأداء الفريضة في أجواء آمنة ومستقرة، والعمل على كل ما يضمن أمن الحجاج وسلامتهم. إن شاء الله نوفيكم بكل الأخبار فضلا وليس أمرا. اضغطوا اشتراك واعملوا لايك للفيديو وجزاكم الله خيرا كثيرا.